ازاي بتعلق بنت في العيد؟ طب انا كنت بعلق زمان، دلوقتي انا متجوز ما اعرفش اعلق. سهل قوي على فكره، بس في بنات بتبقى قابله وفي بنات ما بتبقاش قابله، بس انت بتخش عليها الاول على الهادي وما تتهورش، كلمتين حلوين وبتاع، ازيك، طب ايه الكلام، طب على ايه، طب هنروح ولا هنيجي بتاع، بتلاقيها مشيت وما بقاش منها، بس لو ليها رجا هتلاقيها مشيت معاك سهله يعني. رجعنا بنشاورها من بعيد، بنشاور بنروح لها. هي اللي بتشاور؟ لو احنا شاورناها وهي شاورت تبقى بنروح لها المشاوره. بالسكه. دلوقتي البنات هي اللي بتعكس الصبيان، دلوقتي هي البنات اللي بتجري الصبيان. لا على فكره ما ينفعش طبعا. انا طبعا ما فيش اي بنت مصريه تعلق، يعني كل البنات المصريه كلهم بسم الله ما شاء الله، مش حد فيهم يبص لهم. يعني حد لو واحد بالظبط حب يعلق واحده سوريه لبنانيه اي حد من كده، اما بنت مصريه طبعا ما ينفعش طبعا تعلقها. اولا لو علقتها في حاجه كتير لازم تحصل كلها، يعني علقتها وحصل تمام تمام وعلقتها وكل حاجه تمام، خلاص تبدا بقى يتزن عليك، دي تتقدم لاهلي ما ينفعش. جاي لي عريس جاي لي عريسين تتقدم، طب تقدمنا وخلاص كل حاجه. طلباتك هي حاج شبكه 20,000. يعني هم بيبقوا واقفين في اي حته مستنين اللي يروح لهم ويجيبهم على طول. يبقى باين عليها يعني كلام والهزار مع زمايلها والمشي وكده يعني. وكل معاكسه تقول لي يا مهزأ، ما ينفعش، لابسه محزق وملزق وكل معاكسه تقول لي يا مهزأ. بص، في بنت كده تلاقيها لابسه حلو بس مؤدبه، في بنت تلاقيها لابسه متدلع وبتاع وتلاقيها جايه، فاهم؟ فمش باللبس، هي بيبان على شكل البنت، انت اول ما تبص عليها كده تعرفها.